السلام عليكم البنات، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. تكونوا بصحه جيده ان شاء الله. اليوم فيديو اللي غادي يكون عباره على كما كيبان لكم في الاول في الفيديو البقوله. كل واحد واش كيقول ليها، شي كيقول لها البقوله، شي كيقول لها الخبيزه. المهم هنايا كان المارشي، مشيت المارشي، خديت البقوله من عند الناس اللي كيجيبوها هكا من المغرب، وجبتها غسلتها رقدتها في الماء والخل واحد 2 سوايع حتى حسيت بها تنقات مزيان، وعاودت شللتها ونقيت، حيدت اللي غليظ حيدته وخليت اللي رقيق، وفي نفس الوقت خديت القزبر والمعدنوس حتى هو. كتعرفوا هاد الخبيزه ضروري من القزبر والمعدنوس. نقيتهم حتى هما وخليتهم يقطروا. المهم اليوم راه جاتني الحداقه وتشهيت هكا البقوله، قلت علاش لا نمشي نشريها ونصايبها، وكانت خرجت زوينه، ما عندهاش هذوك العواد اللي غلاض بزاف اللي كيتبان ليا فيه شي حاجه غليظه كنحيدها، كنخلي غير الرقاق. وجات زوينه البنات كما بان لكم في الاول في الفيديو. وسمحوا لي اللي شهيتها حقها في الجنه. المهم هنايا البنات غادي نقي، غنحيد اللي رقيقه غنخليها واللي غليظه غادي نحيدها. المهم راه الطريقه تبارك الله كلشي كيعرف يديرها. قلت علاش لا ما نشاركش معكم هكا الطريقه ديال البقوله. فاش كنت كنشريها تلاقيت مع واحد السيده جزائريه واقفه، وشافتني شريت كميه كبيره، وهي تقول لي شنو كديروا بها، كيفاش كطيبوها. المهم هذه راها طبق مغربي 100%. هذه الطريقه اللي غندير الطريقه ديال الام ديالي. المهم كنتمنى السيده تكون كتشوف الفيديو. هنايا غادي نوريك الطريقه وكل شيء بالتفصيل. المهم هنايا البنات مع كاينه كميه كثيره غادي ندير القياس اللي غادي نطيب. المهم البنات كما كيبان لكم هنايا قطعت القياس اللي غادي نطيب، وغادي ناخذ نطيبو في الكوكوط في طنجره الضغط. المهم كاين اللي كيطيبها هكا وكاين اللي كيبخرها. المهم هذه الطريقه كتجي احسن وعجباتني، وكديرها الام ديالي، وانا تبعت الطريقه اللي كنا كنديرو في دارنا واللي كبرنا بها. المهم انا غادي ندير البقوله هنايا في كوكوط طنجره الضغط، وغادي ندير عليها تقريبا واحد الكاس الماء. المهم غير تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر. والبنات هنايا البقوله باش تقطع لكم رقيقه وهادو، حاولوا انكم تاخذوا شي سكين هكا اللي يكون ماضي مزيان باش كتقطع رقيقه وكتجي زوينه. الا خليتوها غليظه بزاف راه ما كتجيش حتى في الحطه، ما كتجيش زوينه وكتشد لكم شويه الوقت في الطياب. المهم هنايا حاولت نقطعها بهذا الموس هذا، راه خرجوا زوينين البنات. هادو راه كنت شاركتهم معكم، كنت شريتهم من اكسيو. المهم هنايا البنات راني فرحانه بهاد الطبق قداش شناهي. المهم هنايا درت تقريبا واحد الكاس كبير ديال الماء مع عادي من الروبيني، وغادي ندير المهم الملح كيبقى على حسب الكميه اللي عندكم ديال البقوله. كاين المهم غنقول بقوله ونقول الخبيزه حيت كاينين عندها جوج سميات. صافي هنايا غادي نحاول نحركهم وغادي نحطهم نسد عليهم الكوكوط، وغادي نحطهم يطيبوا على نار ما تكونش مجهده بزاف. تقريبا داو معايا 20 دقيقه. صافي وانتم لا خفتوا كل مره حلوا. المهم البنات هنا كنوريكم البقايا اللي حيدت منها، ما كحيدتش منها شي حاجه كثيره. صافي هنايا ما درتهاش كامله، ومن بعد عاد بان ليا راها قليله، وعاودت ملي بدات كطيب نزلات عاود زدت ليها هذاك الشيء اللي بقى وطيبتها. البنات راه واخا كتبان لكم كثيره ملي كطيب راه كتقلال. هنايا البنات ملي دازت 20 دقيقه حليت عليها، صافي كتبان ليا بانها طابت، وحتى اللون ديالها ما كيتبدلش كيبقى. صافي كنقلبها كنلقاها طايبه. صافي هنايا غادي ندوز ان شاء الله نشحرها معكم وتشوفوا الطريقه اللي كندير. هنايا خديت طاجين البنات، الطاجين راني كنطيب فيه بزاف، هذاكشي علاش كيبان لكم انا ما كنستعملش الكوكوط نهائيا في الماكله. بحال هكا ملي كتكون عندي شي حاجه اللي ضروري خصها تسد عليها بحال هكا البقوله ولا شي حوايج اللي خصهم ضروري. اما في ايامات الاخرى دائما كنطيب في الطاجين. المهم هنا خديت قزبر ومعدنوس على حسب الكميه البنات ديال البقوله اللي عندكم. خديت واحد 4 الفصوص ديال الثوم اللي غادي نحكهم حتى هو. وتقدروا البنات فاش تكون كطيب تلوحوا الثومه معاها، ولكن انا كنفضلها تبقى هكا، كتجي المذاق ديالها زوين وكتعطي واحد الريحه زوينه في البقوله ديالنا. المهم البنات هنايا صافي غادي نحك الثومه وغادي نبقى ندير في العطريه. المهم هنايا عندي الملح البزار. المهم انا غندير معكم نتوما هنا عندي البابريكا اللي هي تحميره، درت تقريبا واحد شويه. عندي هنا الهريسه حاره، كتبقى لكم على حسب الذوق اللي كيبغي الحار واللي ما كيبغيش.
المهم هنايا انا كنبغي الحار، وسورتو هاد البقوله راه كتبغي تكون شويه حاره. صافي هنا غندير شويه ديال الملح، حتى هو غادي ندير شويه ديال الفلفل الاسود، نص معلقه، نص الراس ديال المعلقه. صافي وغادي ندير الكمون، غندير واحد تقريبا معلقه ديال الكمون. صافي وغادي ندير الكميه الكافيه ديال الزيت. هنا ضروري غادي يكون غير زيت الزيتون، ما غاديش نديرو الزيت العاديه نهائيا. صافي غادي نخليهم هنايا يتشحروا واحد شويه. هنا عفوا هنا العصير ديال الحامض. هنا ما كانش عندي الحامض خضر، عندي العصير اللي هكا كنشريه في القرعه، وعندي الحامض مصير، الحامض اللي كيكون مرقد. غادي نقطعوه هكاك تقريبا. خديت وحده اللي قطعتها باللب ديالها بكلشي، وغادي غنزيدها على هاد التشرميله هادي. صافي وغنخليها تقلى مزيان واحد شويه. حنا عندنا ما عندناش شي حاجه اللي غادي طيب، غير هكا يتجانسوا لينا هذيك العطريه مع الربيع مع داك الحامض. صافي وغادي ان شاء الله نزيد عليهم البقوله ديالي اللي صافي طايبه. هنايا البنات واحد الريحه ديال الثومه مع هذيك الربيع، وهذا واحد الريحه زوينه زوينه. صافي هنا غادي ندير الكميه الكافيه ديال البقوله اللي كتكون ما تكونش فيها الماء. وانا داك الكاس اللي درت ديال الماء راه كفاها، طابت فيه يعني ما صفيتها ما والو. المهم نتوما بالنسبه للماء غادي ديروا على حساب القياس ديال البقوله اللي عندكم. صافي هنا غادي نبقى كنحرك حتى ندخل هذيك العطريه مزيان في البقوله اللي عندي. هنا ضروري اللي ما عندهاش الطاجين وبغات ديرها غير في المقله ديرها، ماشي مشكل. ولكن ما كاين ما احسن من حويجات بحال هكا. حاجه ديال الطين راه كتعطي واحد البنه، وكتعطي واحد حتى في التقديم كيجي واحد الشكل زوين. المهم هنا بان ليا بان خاصها هكا القزبر ومعدنوس، زدتها واحد شويه، وزدت واحد شويه ديال زيت الزيتون. كما قلت لكم في الاول البنات، العطريه ولا الزيت ولا هذا كيبقى لكم على حساب الكميه اللي عندكم. المهم انا هنا عندي واحد الكميه شويه كثيره. صافي غادي نزيد حتى واحد شويه ديال الحار، وشويه ديال الكمون، وشويه ديال البابريكا، زدتهم حتى هما بان ليا مازال خاصهم واحد شويه. صافي هنايا وغادي نبقى نشحر مزيان في هاد البقوله ديالي. من بعد غادي نزيد عليها ان شاء الله الزيتون، حتى هو كيبقى اختياري. المهم غادي نخليها تشحر واحد شويه. هنا غنزيد عليها الزيتون. المهم انا قضيت بالزيتون اللي عندي هنا واحد شويه ديال الزيتون هذا اللي بلا عظم، غسلته مزيان، حيدت منه هذاك المذاق ديال الملوحه. صافي وغادي نزيد عليها ان شاء الله الزيتون اخر اللي كان عندي منه واحد شويه. المهم نتوما الا كنتو عاد غادي تشريو الزيتون باش ديروا لا، خذوا هذاك الزيتون اللي كيكون ديجا هو فيه مرقد، وكيكون ديجا مرقد مع الحار، كيعطي واحد المذاق زوين، وكيطلق داك المذاق ديالو في مزيان في هاد البقوله. صافي هنا غادي نزيد عليهم هذوك شويه ديال الزيتون، زعما راني كنزين وكنقاد الطاجين ديالي. هنا راني كنتسنى غير فوقاش نكمل باش ندوق منها ونشوفها كيفاش جات. احسن طبق عندي اللي كنموت عليه ونستغلو راه كيكون غير في هاد الوقيته هادي فوقيت البرد. صافي ناكلوا الحويجات اللي كيكونوا في الموسم ديالهم. المهم هنايا البنات الى طابت عندكم وبقات ليكم تقدروا تحتفظوا فيها هكا في المجمد، راها كتبقى مزيانه. المهم هنا زدت واحد نص حامضه اللي قطعتها هكا طريفات صغار، ليمون مصير اللي كيعطيها مذاق زوين، وتا شكلا كتجي زوينه. صافي هنايا البقوله ديالي صافي وجدات، ما بقاش ليها بزاف غير واحد شويه، وغادي نطفي عليها. هنايا البنات الطبق ديالي كيكون وجد صافي. ومنين كنقولوا البقوله ضروري كنرافقوها بخبيز تاع الدار. وهنايا درت هنا المطلوع، ما شاركتوش معاكم. اللي مهتمين ولا بغيتوني نشاركو ما كاين حتى مشكل. درتو بالخبز بالدقيق الكامل بنخالته اللي كيجي زوين. البنات كتعرفوا بحال هاد الاطباق ضروري ما تكون عندنا خبيز تاع الدار. المهم هنايا انا غنقدم على هذا الشكل هذا، كيبقى لكم نتوما الاختيار، تقدموها هكا في الطاجين ولا تقدموها فرديه اللي بغيتو. هنايا درتهم هكا على هذا الشكل هذا في هاد الزليفات ديال الطين حتى هما.
وجات زوينه البنات، ما شهيتكم فيها، واللي شهيتها تسمح ليا. وانتم كتشوفوا الفيديو البنات ما تنساوش ديروا جيم لا فيديو بارطاج. شفت هاد الايام المشاهده بدات كتهبط، ما بقيتوش متبعيني، وحتى جيم لا فيديو ما كديروهاش. كنطلب منكم ديروا جيم هكا غير باش كيطلع الفيديو عند ناس اخرين وكتعم الفائده. وكنتمنى البنات الفيديو تخرجوا منه بشي استفاده، ومع سلامه.